صرح محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين أنه متفائل كثيرا حول إطلاق سراح الفنانة سيليا هذا الأسبوع، وأن قاضي تحقيق سيبوس في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به محاموها في إطار التحقيق التفصيلي الذي جرى اليوم. وشدد نقيب المحامين السابق بوجود وعود بإطلاق سراح سيليا، مكررا بالقول: هناك وعود، نعم وعود، وأنا متفائل بإطلاق سيليا هذا الأسبوع. ورفض المحامي كشف مصدر تلك الوعود والجهات التي قدمتها إليه، موضحا بأن قاضي التحقيق سيبوس في طلب منح السراح المؤقت لسيليا 48 بعد ساعة. من جهة ثانية، انتهت قبل قليل جلسة الاستاق التفصيلي مع نبيل أحمجيق الملقب بدينامو الحراك بعد انطلاقه مع الساعة 5:09 تقريبا، حيث مباشرة بعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي مع سلمى الزياني، ثم التحقيق كذلك مع كريم أمغار، ثم نبيل أحمجيق.